انا هي اللي من نهار ماتت ماما وانا كنحلم بها وكتقول لي حيدي داكشي اللي تحت من رجلي، حيدي داكشي اللي تحت من رجلي. ومنين عرفت السبب صدمت. انا هدى عندي 25 عام، انا واختي مزوجين وعايشين حدا الوالده ديالنا، كل وحده فينا بدارها. هاد اختي صغر مني وحنا سكننا حدا الوالده باش كل وحده فينا كل مره تمشي تطلع عليها الا خاصها شي حاجه، الا بغات شي سخره، الا بغات شي شقه، حيت حنا عندنا غير هي وتا هي مسكينه عندها غير حنا. واحد النهاريات غاديه بحال كل نهار نطلع عليها حتى كنلقاها توفات. ما كانت لا مريضه لا كتعاني من شي مرض لا عندها شي حاجه والو، جاتها موتة الغفله، الله يحفظنا ويحفظكم منها. وخاوك الحمد لله كانت قريبه من الله سبحانه وتعالى، ما كتفلتش فرض وكتصوم اثنين وخميس، مرا مزيانه وكل شي كيشكرها، عمرها ما ضرت شي حد وعمرها ما اذت شي واحد. غسلتها انا واختي وواحد السيده، دفناها ودرنا لها العشاء ودرنا لها العزو ديالها. من وراها بشي 3 ايام وليت يوميا كنحلم بها، كتجي عندي في المنام وكتبقى تقول لي حيدي داكشي اللي تحت من رجلي، حيدي داكشي اللي تحت من رجلي. كنفيق مخلوعه ما عارفاش اش غادي ندير، شنو هو هذا الحلم ما فهمتوش. مشيت لعند اختي كنعاود ليها قلت لها راه انا حلمت وحلمت وحلمت، راه كتقول لي حيدي داكشي اللي تحت من رجلي، راه ما فهمتش شنو هو. قالت لي يلاه نديروا لها شي عمره ويكون خير ان شاء الله. فعلا قطعت انا واختي ومشينا لديك البلاد. النهار الاول اللي غادي ننزل فيه باش ندير العمره ليا انا، اختي ما قداش تنزل، شدتها واحد المرضى على غفله. قلت ماشي مشكل، قلت لها انت ارتاحي اليوم وحتى الغدا ان شاء الله ونزلي معايا. مشيت انا دوزت العمره ديالي ورجعت. النهار الثاني غادا نازله انا واختي، وصلنا بخير وعلى خير. شويه اختي كتقول لي فين هي الكعبه، فين هما الناس؟ كنشوفها كنقول لها وليدتي مالكي ياك ما كاين باس اش واقع لك؟ كتقول لي راه عينيا فيهم الضبابه ما كتبان لي حتى شي حاجه. فين هي الكعبه، فين هما الناس؟ انا بالخلعه هزيتها من ايديها وشديت الطاكسي ومشيت ديتها لعند الطبيب. وغير وصلنا للسبيطار الدريه وهي تحل عينيها، قلبها الطبيب قال لي ما عندها حتى شي حاجه، يمكن لا كان طالع لها الطونسيون ولا نزل لها الطونسيون. المهم انا دابا قلبتها راه ما فيها والو والحمد لله على سلامتها. مشينا بحالاتنا والغد ليه نزلنا وغير وصلنا عاوتاني هي اللي غدا صايقاني وهي اللي غدا موصلاني تنتم. شويه ثاني بدات كتغوت، ما كنشوف لا كعبه لا ناس، عينيا فيهم الضبابه كتغوت على باب جهدها. انا ما عرفتش شنو وقع، صافي قلت لها نقطعو ونمشيو بحالنا. فعلا قطعنا ومشينا بحالنا وحتى وصلنا للمطار ديال بلادنا عاد باش نرجع ليها الشوف. مشينا لعند طبيب اختصاصي قلبها، عاودت ليها شنو وقع، قلت لها ودي المره الاولى راه غير خرجنا من ديك البلاصه فات الحال، والمره الثانيه ما فات الحال حتى وصلنا للبلاد. قلبها ما لقى والو، عطانا شي راديوات وشي تحاليل نديروهم، دارتهم اختي. شافوا الطبيب قال لها انا كنتعجب في الحاله اللي طحتي فيها، ولكن يمكن لاعين من الصدمه ديال الوفاه ديال الام ديالكم تقدر تكون ما بانت عليك حتى لديك اللحظه. مشات ايام وجات ايام، دازت تقريبا شي 3 شهور والحلمه ما كتفارقنيش، ما كنعس ما كنشوفو. عاودت لصاحبتي شنو وقع من الاول حتى الاخر، قالت لي شوفي لك شي فقيه كلشي واحد عارف بينه وبين الله وكيفهم فهادشي يشرح لك شنو كاين. قلت له دير ما تنعرف حتى شي واحد، نصحتني بواحد الاخ وفعلا مشيت لعندو عاودت ليه كلشي. وفي سياق الكلام عاودت لي حتى على اختي فاش مشينا نديرو العمره الوالده ديالنا شنو وقع لها، حيت قلت لي دوزنا لها العمره زكينا ليها صدقنا والحلم باقي هو الحلم. كتجي عندي في المنام وكتقول لي حيدي داكشي اللي تحت من رجلي، حيدي داكشي اللي تحت من رجلي، وانا ما فاهمه والو، ما مرتاحه لا في حياتي لا في نعاسي. قال لي شوفي لاله خصك تمشي عند اختك وتسوليها واش عمرها تعاملت مع امها خايب اولا دارت شي حاجه. مادام كتمشي حتى لبيت الله وما كتشوفوش اذا راه دايره شي حاجه، سيري وسوليها. انا فعلا ديك الساعه شديت الطريق عند اختي، جلستها قدامي وقلت لها شوفي عاودي ليا من الاول حتى الاخر، حتى تشكلوا اللي واقع ضروري غتكوني درتي شي حاجه. قولي لي انا اختك وغنسترك، واش عمرك ضربتي الوالده، واش عمرك عيرتيها ولا نهسترتيها؟ قالت لي شوف اختي انا غنجيك من الاخر وغنعاود لك كلشي، انت راكي عارفه زواجتي الاولى السيد اللي كنت مزوجه به في الاول ما كنتش كنبغيه وخاك طلقني ومشى، ولكن الثاني اللي تزوجت به دابا كنبغيه وكنموت ونتسطى عليه، ولات عندي فوبيا خايفه لا يمشي ويخليني، بالخصوص ملي وليت كنشوفو كيشد التليفون بزاف وما كيجي حتى نصاصه ديال الليل. عاودت لصاحبتي وقلت لها شنو واقع مع راجلي وهي نصحاتني قالت لي ديري ليه بحال اللي دارت فلانه راجلها، مشات عند واحد السوافه ودارت ليه هذاك الشيء، الراجل ولا مربوط بها حياته كامله. انا شفت حتى عيطت انا وخفت على راسي ومشيت لعندها
صايبت لي داكشي وقالت لي باقا المرحله الاخيره ديالك انتي، شوفي لك شي واحد يكون يلاه ميت وداتو باقا خضره دفني مع هادشي، باش الراجل اللي بقى مربوط معاك حياته كامله وما يشوف لها لها، تبقاي انت هي مولات الراي مولات الشوار. شديت من عند داكشي وجبته وانا مصدومه وما عارفاش فين غادي نديرو، ما عارفاش شكون هو هاد الميت هذا ومني غنجيبو. يومين هو عندي، النهار الثالث هي فاش عيطتي ليا تي قلتي ليا الوالده ديالنا الله يرحمها. انا في الاول بقى فيا الحال ولاني في نفس الوقت فرحت، قلت اخيرا لقيت الحل لهادشي اللي في يديا. منين غسلنا الوالده ديالنا انا وياك والسيده خليتكم حتى خرجتوا، عاودت حليت الكفن وربطت لها داكشي في رجليها وسديت الكفن بحال ما واقع والو. انا سمعت هادشي تصدمت، قلت لاش بغيتي عندها واش بغيتي عندي واش بغيتي عند راسك، واش اللي كيدير هادشي كيطفرو، والمشكله ان راجلها ما بقاش معاها خلاها وزاد. قلت لها انت ما تيب الدنيا ما تيب الاخره، حتى من راسك اللي درتي على قبل هادشي كامل هو طج وخلاك. اختي كانت مريضه داك الوقت وهزيتها وشديت لها طاكسي وديتها عند الفقيه عاودت لي كلشي. قالنا الحل ديالكم الوحيد هو انكم تمشيو للقبر وتبداو داكشي من رجلها باش ما تبقاش على الاقل تحلموا بها. اكيد الام ديالك كانت مر الله عمرها دار وكانت انسانه صالحه وبقى بينها وبين الجنه غير داكشي اللي تحت رجلها. فعلا مشيت انا للمقبره ولقيت واحد السيد تما ودورت معاه وعاودت ليه شنو وقع. قرر انه يوقف معانا ومشينا حلينا القبر وجبدنا داكشي من تما لدرجه غتفاجئوا الدات ديالها كلها متحلله الا الرجل اللي مربوط في هذاك الشيء، ما قايسه لا دوده لا حشره لا حتى شي حاجه. حيدناه وردينا المسائل كي كانت ورجعنا في حالاتنا. الحمد لله انا من داك النهار ما بقيتش حلمت بداك الحلم، ولكن اختي حياتها تدمرات، الراجل طج وما بقاش باغي يرجع، هي المرض كلا ليها الدات ديالها لدرجه ما عرفناش اش غنديروا معاها. حياتها ولات جحيم، لا ولاد في طيسه لا راجل في طيسه لا الدار في طيسه. بغيت نعاونها وما عرفتش كيفاش غادي ندير. انا عارفه ان اختي غلطات وتا هي عارفه بالغلط ديالها، ولكن اللي عطا الله عطاه، هادشي اللي كاين وهادشي اللي وقع.